حسابات ربنا أحسن من حساباتك مليون مرة. احسبها زي ما انت عايز تحسبها، اسهر ليلة واتنين وتلاتة، هو حساباته أحسن. ما تقلقش على رزقك، ما تخافش على رزقك. اما ربنا يبعد عنك حاجة تأكد انها ما كانتش من نصيبك وكان فيها ضرر ليك. واما يسوق لك حاجة والحاجة دي قدامك، اعرف ان ربنا كاتب لك فيها خير. وكل يوم بالليل تأكد ان اللي ربنا بيعمله مفيش احسن منه. انت هتبقى قاعد هتتجنن، الحاجة دي بعيد عني ليه ما جابليش الحاجة اللي انا عايزها؟ هي اقدار من عند ربنا. هو شايف اللي انت ما انتش شايفه. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، يبقى عندك يقين. بس انت اما تبقى بتجري على باب وتقف قدام الباب ما تيأس، كل اللي عليك انك ترزع على الباب، تخبط، تعمل كل اللي تقدر عليه وتسيب ربنا يرتب اموره. لان ترتيب ربنا وحساباته اعظم 100 مرة مما انت بتتخيل. ولو رجعت لورا هتلاقي ان كلامي بالحرف بيحصل في حياتك. اهدى وتأكد ان ربنا حساباته احسن 100 مرة من حساباتك. رزقك هيجيلك، ما تخافش. في الوقت اللي ربنا كاتب لك انك ترزق بالقرشين دول عشان حاجة معينة، حتى رزق البني ادمين تقعد سنين عمال تدور على ناس في حياتك قريبين منك، ويجي قلبي يكبر بخاطرك. وكل ما تبقى متضايق اتأكد ان حسابات ربنا اعظم مليون مرة من حسابات البشر اللي في الكون ده كله. نام بالليل وانت مطمن وسيب ربنا